ملحوظة هامة. لاحظ إن الفيديو ده غرضه المرح والهزار فقط، ولا غرض منه الإساءة لأي هيئة أو أي كلية أو أي حاجة، عشان الناس الظريفة اللي أنا عارفهم وأنت عارف. أتمنى ليك مشاهدة سعيدة. مبدئيا كده بالنسبه لكليه الطب، فانت من قبل ما تعدي باب الجامعه هتلاقيهم بيقول لك الدكتور راح، الدكتور جه، ودكتورنا دكتور العيله والكلام ده كله، وانت مجموعك جاي بصدفه اصلا. تخيل لو حد تعب في العيله بقى، يا دكتورنا تعالى، وانت اساسا مش عارف تشخص هو عنده ايه، ولا انت فاكر مين الشخص اللي في العيله ده اصلا، فهتبقى متحاجت ومهزلت العيله وقتها. ولا يا سلام بقى وانت راجع من الجامعه بالبلطو الابيض بتاعك اخويا، هوب واحد يقف في الشارع وينادوك ايه دكتور اهو، نادوك انت مش عارف، وانت مش عارف تتصرف ولا عارف تتكلم. هنعالجه ازاي يا دكتور؟ هاتوله ميه ولبن. بالنسبه بقى للشخص البني ادم اللي عايز يخش كليه هندسه، انا مش بني ادم، انا مهندس. ده واحد اعتبر نفسه خرج من تصنيف البشر وتصنيف البني ادمين وبقى، انا مش بني ادم، انا مهندس. ده بقى لو جيت ترن عليه الو احمد معايا. احمد مين؟ مش ده احمد عبد الله صاحبي؟ اه ايوه انا الباشمهندس احمد. ازيك يا احمد عامل ايه؟ الباشمهندس احمد. اما بقى بالنسبه لصراع كليه حاسبات ومعلومات، فانا احب اقول لك تصريح حصري من طالب في حاسبات ومعلومات، ان هم مش بينزلوا ويندوز، مش هم اللي تديلهم يخترقوا حساب في الفيس خالص، ومش هم اللي يبرمجوا برضه. وهم بيعملوا ايه؟ روح اسالهم، انا مالي، انت بتسالني انا ليه؟ اما بقى بالنسبه لكليه التجاره، كليه البيزنس، كليه رجال الاعمال، كليه اي حاجه على نفس الكلام ونفس الوزن كده، ده انا اعرف ناس شخصيا دخلوا كليه تجاره ما تشوفهمش دلوقتي، ايه ده ما شاء الله بقى اغنياء قوي كده، لا قاعدين في البيت. في عندنا برضو كليه اعلام، ودي بالنسبه عشان تدخلها يعني وتنجح فيها تبقى زي الناس اللي هم الجماعه اللي احنا عارفينهم، مع احترامنا للجميع طبعا. اما بقى بالنسبه للتخصصات والكليات والمجالات التانية، فدي نبقى نتكلم عنها في بارت 2. لو عجبك او ما عجبكش الفيديو اخبط اللايك، لو ما اشتركتش اشترك، ما شيرتش شير، ولو ما نمتش نام. سلام.